السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي إبراهيم صابر، وإن شاء الله النهاردة هشرح قصة تاريخية عن حرب المورا وعن حرب استقلال اليوناني. إيه هي الحروب اللي حصلت والمعارك اللي حصلت، وإيه هو دور الجيش المصري، وإيه هي الأطراف المتحاربين، وإيه هي النتائج اللي حصلت من بعد المعركتين. في البداية إن شاء الله حرب المورا كانت اسمها حرب استقلال اليونان عن الدولة العثمانية، وخاصة ضد سياسات السلطان العثماني محمود الثاني، واللي أمر سنة 1821 بشنق البطريرك اليوناني في الأستانة في عيد الفصح الأرثوذكسي. ومن بعدها بتحصل مناوشات ومعارك بسيطة ما بين الجيش التركي وما بين اليونانيين، اللي قدروا بعد كده ان هم يدمروا 3 جيوش تركية و3 سفن تركية. لكن بيحصل بعد كده ان السلطان العثماني نفسه بيستعين بمجهودات العسكرية لمحمد علي باشا والي مصر في إخماد الثورة اليونانية وإجهاض الحركة الاستقلالية. وبالفعل استجاب محمد علي باشا لطلبات السلطان العثماني، وبالفعل نجح الجيش المصري في جزيرة كريت في إخماد الثورة اليونانية. ومن بعد كده بامتنان وعرفان من السلطان العثماني لجهود محمد علي، أمر أن جزيرة كريت تكون تحت القيادة العسكرية للجيش المصري وتحت الإدارة السياسية لمحمد علي باشا. ولكن بيحصل بعد كده سنة 1824 بأن السلطان العثماني محمود الثاني بيرسل جيش بيتكون من 100,000 مقاتل عسكري تركي لإخماد الثورة اليونانية في شبه جزيرة المورا. ولكن الجيش ده بينهزم شر هزيمة، وبعد كده مرة تانية بيطلب السلطان العثماني مجهودات محمد علي باشا في مساعدته لإجهاض الحركة الاستقلالية في شبه جزيرة المورا. ووافق محمد علي باشا لطلبات السلطان العثماني، ولكن بشروط، وهي ان اي اقليم او اي جزيرة هيتم اخماد الثورة فيها هتكون تحت ادارة محمد علي باشا وتحت الادارة العسكرية للجيش المصري. وبالفعل وافق السلطان العثماني على طلبات محمد علي باشا. وفي يوليو سنة 1824 أمر محمد علي باشا ابنه القائد إبراهيم باشا بأنه يصطحب الجيش المصري والأسطول المصري لسواحل اليونان. وبيستجيب إبراهيم باشا لأوامر أبوه، ويصطحب معاه 73 سفينة حربية و70 مركب شراعي و18,000 مقاتل مصري. وفي فترة وجيزة وفي وقت قصير استولى إبراهيم باشا على معظم السواحل اليونانية ما عدا نوبيليا. وفي الوقت ده فشل القائد التركي رشيد باشا في اقتحام ومحاصرة مدينة ميسولينجي اليونانية. وبأمر من السلطان العثماني مرة ثالثة بيأمر السلطان العثماني من إبراهيم باشا بمساعدة رشيد باشا في محاصرة واقتحام المدينة. واستجاب إبراهيم باشا واصطحب معاه 10,000 عسكري مصري و500 فارس مصري. وحاصر الجيش التركي والجيش المصري المدينة اليونانية لفترة طويلة لحد ما انقطع الطعام وانقطع الشراب عن المدينة. من بعد كده حاول أهل المدينة إن هم يحرقوا نفسهم، وحرقوا المدينة بالفعل وحرقوا أنفسهم في جوه المدينة. وبعد كده دخل الجيش التركي والجيش المصري المدينة اليونانية بكل سهولة. ولكن بعد كده تتحول مع حرب اليونان أو حرب المورا إلى مسار تاني خالص، بعد ما اتدخلت أقوى 3 دول أوروبية هي فرنسا وروسيا وبريطانيا، واللي بدورهم ان هم ارسلوا الاساطيل البحريه العسكريه التابعه ليهم لساحل نافارين اليوناني. وبعد كده بتحصل معركه نافارين في الساحل اليوناني، وهي حصلت بان سفينه انجليزيه عسكريه خبطت بالقصد سفينه تركيه عسكريه. وساعتها امر القبطان الانجليزي من القبطان التركي انه يبعد السفينه عن الساحل، ولكن رفض القبطان التركي الاستجابه للقبطان الانجليزي. وبعد كده بيحصل ان الجنود الانجليزي اللي كانوا موجودين على السفينه الانجليزيه ان هم ينطوا على السفينه التركيه عشان يقتحموها ويغرقوها ويقتلوا الجنود الاتراك. ولكن الجنود الاتراك بدورهم فتحوا النار على الجنود الانجليز. وبعد كده شافت فرقاطه انجليزيه ان اللي بيحصل ان الجنود لو العساكر الانجليز بيتضربوا من الجنود ورصاص الاتراك. فبعد كده فبيحصل ان الفرقاطه الانجليزيه بتضرب بالسفينه التركيه. وفي نفس الوقت سفينة تركية تانية شافت ان السفينة التركية بتضرب من الانجليز، فقامت بفتح النار وفتحت المدافع الحربية بتاعتها عشان تضرب السفينة الانجليزية، ولكن بالغلط بتضرب سفينة فرنسية تابعة للجيش الفرنسي، وكانت في الوقت ده بتحمل الاميرال الفرنسي ذات نفسه. وبتحصل معركة ومجزرة لمدة 4 ساعات متواصلة ما بين 5 أساطيل، الأسطول الفرنسي والأسطول الإنجليزي والأسطول الروسي ضد الجيش التركي والجيش المصري. حتى إن المعركة ذات نفسها ما حصلش قبلها إعلان حرب، وده الموقف اللي خلى محمد علي باشا مستغرب، لأن في الوقت ده ال5 دول كانت بتجمعهم علاقات سياسية وعسكرية تجارية خاصة في البحر المتوسط، وكانت العلاقات في أفضل أحوالها. وبالتالي ده أدى إلى استغراب محمد علي باشا خاصة من الموقف الفرنسي.
وعلى الرغم من ظهور البراعة العسكرية والحنكة السياسية لإبراهيم باشا ابن محمد علي باشا، إلا أن نتائج معركة نافارين كانت كارثية بالنسبة للجيش والأسطول المصري، لأن نتائجها كانت مقتل 30 ألف بحار مصري وغرق 19 سفينة من الأسطول المصري. وبعد كده سنة 1828 ميلاديا بيحصل معاهدة ما بين محمد علي باشا وانجلترا، وبمقتضاها واول شرط فيها هو انسحاب كامل للقوات والجيش المصري من الاراضي اليونانية. وبعد كده برضو تسليم الاسرى اليونانيين من مصر الى اليونان، وفي المقابل تسليم الاسرى المصريين في اليونان الى مصر. وبالفعل سنة 1828 وفي شهر أكتوبر حصل انسحاب كامل وشبه رسمي للجيش المصري من الأراضي اليونانية. وفي الأخير هي دي كانت قصة أو النبذة التاريخية عن أحداث معركة حرب المورا وحرب نافارين، وإيه هو دور محمد علي ودور الجيش المصري فيها. لو عجبك الفيديو يا ريت تشير الفيديو وتعمل لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.